متمرس بس مش في النهائيات، انما الاهلي متمرس في النهائيات. انا بقول لكل الناس اللي عندها اعتقاد ان النهائي يبقى سهل، صعب صعب جدا. هو هيبقى صعب في المباراة اللي هنا، خلص هنا هترتاح هناك زي ما حصل مع الاهلي والترجي، ان الترجي ما جاش. ده كان مركز شباب الترجي مش الترجي. لو الترجي بمستواه هيبقى المباراة صعبة جدا جدا جدا، ان الاهلي كان حتى يتخطاها هنا مش هناك، انما الترجي ما كانش موجود. فانا بقول للاهلي الاختبار الترجي كان سهل، انها هتلعب على مستوى الترجي مع سان داونز، هتبقى المباراة غير طبيعية بالنسبة للاهلي، وبجد هيتورط. مع الاهلي يعيد حساباته، مش من مباراة الترجي. مباراة الترجي ما هيش مستوى. المستوى الحقيقي هيبدأ من مباراة سان داونز. مباراة سان داونز اللي هنا، انك راجل عايز تخلص هنا باكتر من هدف، عايز تروح هناك سان داونز وعلى الاقل وانت معاك 3 اهداف. غير كده مش هتاخد البطولة، لان سان داونز فرقة جماعية، فرقة بتتكون من 10 سنين عشان توصل للاداء ده. انت بتتكلم سان داونز لما الاهلي كسب الترجي ووصل النهائي، ولعب سان داونز وكسب سان داونز في النهائي، بس ما كانش ده سان داونز. سان داونز رجع للمستوى الحقيقي. هم كلهم مجموعة من اللعيبة الصغار مش كبار، لعيبة سان داونز كلهم صغيرين، ما فيش هو فيهم ولا لاعب كبير في السن، بس لياقة بدنية ولا أروع. لاعيبة في السرعة، من الدفاع للهجوم بيرتدوا بسرعة جدا. بص عليهم من خط الظهر بتاعهم ما بيطفشوش. سان داونز بيسلم من الجون، الجون بتاعهم بيلعب رجليه اكنه لاعب. الراجل بيسلم من تحت من ال 18، بيطلع نص الملعب، بيوصل لل 18 بتاع المنافس من غير ما تحس بيه. دي السرعه. انما لو قيمت الاهلي والترجي، ده مش مستوى. ان الاهلي لو دخل على مباراه سان داونز بنفس المستوى الترجي هيشيل كتير، انما الاهلي بيعرف يكسب. الاهلي طالما وصل البطوله بتناديله. الراجل اللي بيلعب مع سان داونز الهلال السوداني ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 92. لو دخل ضربة جزاء كان الاهلي خرج البطولة تماما. بلاش حسابات ان الاهلي كسب ماتشته خسر ماتشته. مباراة سان داونز، لو الاهلي كسب سان داونز، الحارس بجد هيندم بتاع سان داونز على ضربة الجزاء اللي هو صدها في الدقيقة 92. الدقيقة 92 ضربة جزاء لو دخلت الاهلي خرج البطولة. فسان داونز هو اللي رجع الاهلي، مش الاهلي اللي رجع نفسه. هو سان داونز اللي ساعد الاهلي انه يرجع للبطولة، عشان يكون المنافس العنيد في النهائي، وهيبقى مباراة صعبة جدا جدا على الفرقتين. وهنرجع تاني لمشكلة الزمالك ومحمود الخطيب مع جمهور الزمالك في كرة اليد. في كرة اليد الزمالك فاز على النادي الأهلي في النهائي وخد البطولة. جمهور الزمالك أول ما دخل كابتن محمود الخطيب الصالة، جمهور الزمالك شتم محمود الخطيب. بيبو بيبو، الله عليك يا بيبو، وبعد كده رجع بيبو بيبو، الساعة فين يا بيبو. فبعد ما جمهور الزمالك شتم والزمالك كسب البطولة، محمود الخطيب ومجلسه غادر الصالة، وما كانوش موجودين في التتويج ومشوا. اللي كان موجود في التتويج كان أحمد مرتضى منصور فقط لا غير. إدارة الأهلي بالكامل مشيت، ودي كانت المشكلة. وهنرجع تاني للزمالك. الزمالك لسه ما رجعش، الزمالك لسه قدامه شوية. بجد مش هنضحك على بعض. أنا كزملكاوي بقول لكم احنا لسه ما رجعناش. احنا كسبنا ماتش أسوان، رحنا على الجون ووصلنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وضيعنا، لكن في أي لحظة كنت ممكن تستقبل هدف. متوقعش. الكرة ملهاش أمان، والزمالك لسه المشاكل ما اتحلتش. مشكلة مرتضى لسه ما اتحلتش، الحجز على النادي لسه ما اتحلش، رجوع مرتضى لسه ما اتحلش. اللعيبة ومستواهم مش ده الزمالك، مش ده الزمالك. وهرجع زي ما قلت في الفيديو اللي فات، اللعيبة في الملعب بتفكر في مشاكل الإدارة وقبض اللعيبة اللي عليها أقساط، بتفكر في نفسها قبل النادي وقبل الجمهور اللي بيتعب عشانهم. والله كمان مرة ما حد بيتعب، الجمهور بيتعب أكتر من اللعيبة. أنت راجل ما بتتعبش،
انما الجمهور الراجل بيتعب عشان يجي لك. هترجع تاني وتيجي تقول لي اصل الاداره مش اداره. ماشي، الاداره فيها مشاكل والزمالك فيه مشاكل بقاله فتره من بعد ما خدت الدوري الثاني. خدنا الدوري وبعد كده المشاكل زادت. هترجع تقول لي الاداره مش الاداره. اللعبه ما فيش فيها روح. اللعبه كلعب مش موجودين. ما حدش فيهم بيستموت. انا هكون موجود هكون موجود معاكم ان شاء الله قبل المباراه النهائيه، مباراه الاهلي وسان داونز، ان 80% سان داونز اللي هيصعد. تيجي تقول لي الفرقه بتلعب ناقصه 2 ومش قادرين يجيبوا هدف، فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا. والاهلي طالما وصل، الاهلي مش هيسيب البطوله، وهتبقى صعبه جدا جدا على سان داونز مش على الاهلي. ان الاهلي متمرس. الاهلي متمرس في النهائيات، والراجل كان خارج البطوله. من خارج البطوله انه يتمسك بالبطوله ويرجع تاني، هيبقى صعب جدا جدا ان الاهلي يخسر ال11. واحنا عارفين زي ما قال لك وطلع الكابتن الكبير والاعلامي ابراهيم فايق، قال لك بابا المجال. فبابا المجال وبابا اللعبه المتمرس. وانا بقول لكم تاني مره، الاهلي طالما وصل بيعرف يكسب. لاعبته واقف على رجليها. اللاعيبه رجعت تاني في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه واربعه. فالاهلي بيقدر يرجع في اي لحظه وبيكون موجود. يعني الاهلي ما تقولش ده الاهلي تمريرات قصيره مقطوعه الحارس بيغلط لكن بيرجع في ثانيه. الاهلي عنده لعيبه كبيره وفي كل مركز. وانا بتكلم بالاخص على رضا عبد العال اللي بيتكلم على مروان عطيه. بيقول لك مروان عطيه ما عندوش فكره في الكوره. انا بقول لرضا عبد العال انت ما عندكش فكره في الكوره. ان عندك مروان عطيه متمركز في نص الملعب، عندك ده مسمار. الراجل بيوديك للجون في لحظه. ان هو بيتكلم بيقول لك مروان كان في الاتحاد بيلعب احسن ما كان في الاهلي وكان متحرك. انا بقول له بالعكس، هو في الاهلي دلوقتي معاه لعيبه بتحركه وبتكون سهل عليه وبالنسبه له ان يقدر مروان عطيه يتحرك من نص الملعب للهجوم في مينيت. انما يطلع رضا عبد العال بينتقد اي لاعب، واحسن لاعب بينتقده، بينتقد احسن مدرب. وده حاجه مش كويسه في رضا عبد العال صراحه. ان رضا عبد العال راجل مسك طنطا كان يهبط بطنطا. انت نزلت بطنطا تحت. بتتكلم على مروان عطيه اللي منتخب مصر استدعاه يكون موجود مع المنتخب. مروان عطيه واحد من العناصر الاساسيه اللي هتتحط في منتخب مصر ويبقى اقوى نص ملعب هو مروان عطيه. انا بقول له تاني ان مروان هيمسك مكانه نص الملعب مع المنتخب، مش هيسيب مكانه. هيبقى صعب جدا جدا حد ياخد مكان مروان عطيه. ده المنتخب لو استدعى من الاهلي 10 لعيبه هيبقى قليل بجد على مستوى الاهلي. ان مستوى الاهلي استقرار الاداره اداريا وفنيا مخلي اللعيبه في ثبات. كل لاعب عارف مهامه كويس جدا وبيقدر يأدي اكتر من مركز في الملعب. اتفرج على مباراه الاهلي. انا بتكلم مش مباراه الترجي ما جاش، ده كان مركز شباب الترجي. انما الاهلي عشان يلعب سان داونز عايز كل لاعب